هو مين حلف الناتو اللي عامل قلق ده واللي كان سبب من اسباب حرب روسيا واوكرانيا اللي كلنا بنعاني بسببها لحد دلوقتي؟ طب انت عارف ان الحرب اللي شنتها روسيا على اوكرانيا سببها في الاساس حلف الناتو؟ اعمل بقى لايك وفولو علشان تتابعني وتشوف باقي الحلقات. انا لبست لك كرافتة السياسة اهو، وتعالى اقول لك التفاصيل. الناتو هو حلف عسكري تم تأسيسه سنة 1949 بهدف عزل الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا الاتحادية حاليا، والناتو هو اختصار لكلمة حلف شمال الأطلسي. جواه مين بقى؟ بيضم 30 دولة منها كندا وأمريكا وتركيا. تخيل بقى جيش حلف الناتو ده فيه كام؟ مجموع جنوده 3.5 مليون جندي، ده حوالي 70% من الإنفاق العسكري في العالم بيروح كده لصالح حلف الناتو اللي بيضم حوالي 34 منشأة قيادة. تعالى لي بقى كده عشان الحتة اللي جاية فيها شوية أرقام. بيضم زي ما قلنا 3.5 مليون جندي، وزي ما قلنا برضو حوالي 70% من حجم الإنفاق العسكري في العالم، حوالي كده 34 منشأة قيادة و6 قواعد بحرية و11 مركز تدريب و57 قاعدة جوية و19 قاعدة عسكرية للتدريب. شايف بقى كل الأرقام دي؟ استنى، ده كل قاعدة من دول بتضم 5 كتائب متعددة القوميات والجنسيات، وكل كتيبة من دول بتضم 4 دروع صاروخية وأنظمة دفاع جوي و6 ألوية مدرعة و14 لواء من المستودعات العسكرية وقوات حفظ السلام وترابيزات بلياردو وبنج. واللواء الواحد بيكون متكون من 3 كتائب، يعني حوالي من 3000 ل 3500 جندي، حاجة في الرينج ده. أما بالنسبة للواء المدرعات فبرضه بيكون في 3 كتائب، يعني بحسبة بسيطة كده فأنت بتتكلم في حوالي من 500 ل 720 دبابة وما بين 18000 ل 21000 جندي. حسبة تدوخ طبعا، مش كده؟ ودي القوات الأساسية المخصصة للحلف، لكن مش هي دي بس اللي بتحارب باسم الحلف. طب ازاي الكلام ده؟ في وقت المعركة كل البلدان اللي مشاركة في الحلف بتشارك بجيشها وقواتها، ده إلى جانب القوات الأساسية اللي دخنا مع بعض من أرقامها من شوية. تخيل بقى يا باشا لو أي دولة من دول الحلف اتعرضت لهجوم وقرر الحلف ده كله انه يدافع عنها، معركة محسومة لصالح الحلف طبعا. كده خلصنا ارقام. تعال بقى اقولك ان تكوين الحلف وتأسيسه بالشكل ده خلى روسيا رغم قوتها معزولة في جانب لوحدها، مقابل 30 دولة الاتفاق العسكري بتاعهم بيخليهم شبه قوة واحدة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو اي دولة من دول الحلف اتعرضت لاعتداء من دولة تانية وجب على جميع دول حلف الناتو الدفاع عنها، ودي حاجة مهمة جدا ومفيدة للدول الصغيرة اللي جوه الحلف. وطبعا مع الوقت اصبح حلف الناتو ده مش هنتفاجئ يعني اقوى حلف في العالم، لانه بيضم حوالي زي ما عرفنا كده 29 جيش، واللي من ضمنهم الجيش الامريكي طبعا اللي بيعتبر اقوى جيش في العالم، ده غير الجيوش اللي عندها اسلحة نووية زي امريكا وفرنسا وبريطانيا. فالحلف بجانب جيوشه الكتير دي عنده قائمة كبيرة جدا من الكتائب العسكرية والقوات البحرية والجوية. ايه علاقة بقى اوكرانيا بالحلف والرغي ده؟ وليه برضو الحلف سبب الحرب بين اوكرانيا وروسيا؟ اوكرانيا على الحدود الاستراتيجية مع روسيا، وده بشكل قريب جدا غير اي دولة تانية منضمة للحلف وعلى الحدود مع روسيا. واوكرانيا مش في حلف الناتو، لكنها كانت ناوية تدخل حلف الناتو وواخدة خطوات كبيرة في الموضوع ده. وطبعا روسيا قلقت وهددت انها مش هتسكت لو اوكرانيا فضلت مكمله في الطريق ده. طب وهو ليه روسيا متضايقه قوي كده؟ لان انضمام اوكرانيا لحلف الناتو هيشكل خطر عسكري كبير جدا على الدب الروسي اللي هيبقى في خط النار حرفيا مع حلف الناتو، اللي وفقا لاتفاقيه تاسيسه اي اعتداء على اي دوله صغيره منضمه ليه كل الجيش ده بقى يا باشا بيدخل الحرب. ده غير ان اوكرانيا دي بقى بتعتبر مصدر كبير لكتير من السلع الاساسيه وكمان المواد الخام اللي بتحتاجها روسيا والدول المجاوره زي الحبوب والقمح. ده غير ان روسيا بتعتبر اوكرانيا جزء من الاتحاد السوفيتي القديم. بس يا عم، وكده فهمنا ليه روسيا ما كانش ينفع تجر شكل اوكرانيا لو كانت دخلت حلف الناتو، وفي نفس الوقت ما ينفعش تسيبها تدخل علشان ما تبقاش هي مهددة. لو فهمت بقى حاجة من اللي احنا قلناه ده اعمل لايك وشير للفيديو ده واستنى الحلقات اللي جاية.